السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. انا حسناء الشريف، واللي ما يعرفنيش فانا سينيور 23 ستيم اسيوط ودفعه 197 طب القصر العيني. الفيديو ده انا عاملاه عشان في ناس كتير قوي سالتني عن ايه الفرق ما بين مين ستريم والكريدت عندنا في القصر العيني اللي هو اسمه ابكا او انتجريتد بروجرام قصر العيني. تمام، ففي الفيديو ده هيبقى فيه مقارنه ما بينهم، ايه المميزات وايه العيوب بتاعهم، وازاي نقدم سواء في الكريدت او في المنحه بتاعه الكريدت. وهتكلم برضو فيه عن ايه تاني مش فاكره والله، بس كده. ماشي، طيب ليه اصلا قسم الكريدت ده معمول؟ اولا هو معمول عشان الطلبه اللي جايبين مجموع طب بشري بس مش طب القاهره، بس هم حابين يدرسوا في القصر العيني، يبقى ليهم فرصه يعني ان هم يدخلوا القصر العيني، عشان هي كريدت دي بفلوس، فبيدفعوا 120,000 جنيه في السنه عشان يتاح ليهم الفرصة دي. فأي طالب جايب مجموعة طب، سواء طب أي حاجة في مصر، يقدر ان هو يقدم على الكريدت ده، سواء جاي من ستيم، سواء جاي من اي جي اي بي، معادلة سعودي، سات السعودية، اي حاجة يقدروا يقدموا على كريدت عادي. هقولكوا طريقة التقديم. اول حاجة بتدخلوا على صفحتهم على الفيسبوك، ويبقى فيه لينك كده بيبقى مفتوح من زمان قوي، مفتوح من فترة طويلة، يعني بيقعد مفتوح كتير، حوالي مش عارفة شهرين 3 حاجة كده، وقبل ما بيقفل يعني بينزلوا ان هو هيقفل. بتقدموا في اللينك ده وبتكتبوا بياناتكم، وبعد كده بيبقى فيه دفع فوري، بتدفعوا الفلوس اللي هم عايزينها وبترفعوا صورة الوصل، وبعد كده بيبعتوا لكم هم بقى بعد على الايميل رسالة زي دي مكتوب فيها اللي هو الانترفيو، بيبقى سيمبل عادي جدا، بيسألوكوا عن اسمكم، مثلا كنتوا بتدرسوا فين، مواهبكم، باباكم مامتكم بيشتغلوا ايه، وحاجات بسيطة يعني، انترفيو عادي. وبعد كده بيبقى في ميعاد تاني الامتحان انجلش، الناس كلها بتمتحنه بس، وغالبا يعني اغلب اللي بيقدم غالبا يعني بيتقبل عادي، عشان ده اكيد في مصلحه الجامعه انها تقبل طلبه كتير وكده. مبروك تم قبولكم في برنامج القصر العيني الانتجريتد بروجرام وكده. تمام. مثلا عن نفسي شايفه ان لا، هو ما يستحقش قوي الصراحه، يعني لو حد معاه الفلوس عادي يعني هو اكيد هيحظى بتجربه الطف للقصر العيني جوه ابكا واهدى يعني تجربه اكثر رفاهيه، فيعني لو حد معاه الفلوس فهو نوت يعني عادي ممكن يدفعها، مفيش مشكله. لكن لو حد مش معاه الفلوس فلا، انا شايفه ان التجربه لا تستحق، وكده في الاخر كده انتوا الاتنين تتخرجوا من نفس الجامعه يعني، فالموضوع مستحقش. طيب جيت بقى للجزء الاهم، وهو ازاي اقدم في منحه الكريدت. اول حاجه، منحه الكريدت دي بتنزل متاخر، يعني هي نزلت السنه دي تقريبا من يومين، بتنزل في اخر شهر 8 او في اول شهر 9 على حسب ثانويه عامه، يعني بيكونوا خلصوا امتى وكده، والتنسيق ونتائجهم طلعت امتى. المنحة دي بتبقى معمولة كل سنة لخمسة من طلاب ثانوية عامة، الثانوية عامة العادية الحكومية، وطالب واحد من طلاب ستيم. هي السنين اللي فاتت كلها كانت ثانوي عام بس على السنة بتاعتي كانت أول سنة تبقى يقبلوا فيها طالب من ستيم وكده. اول حاجه هما بينزلوا البوست ده ان هو يا جماعه تعالوا قدموا، وبيبقى فيه بقى طلبات بسيطه، هحط لكم صوره برضو الطلبات المطلوبه، بتبقى شهاده ميلاد، حاجات كده يعني بسيطه. بتروحوا تقدموا الورق ده، وبعد كده بتستنوا هما بينزلوا بقى بوست تاني على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، فضروري جدا انتوا تبقوا عاملين لها فولو. البوست بيبقى ميعاد الانترفيو، وبعد كده بعد ما تروح الانترفيو بيبقى منزلين بوست تاني ميعاد امتحان الانجليش. كل الطلبه بيمتحنوا امتحان الانجليش في نفس اليوم، سواء طلبه المنح او سواء طلبه اللي هما جايين اصلا مقدمين في الكريدت. الانترفيو ده بيبقى عامل ازاي؟ بتدخلوا اوضه كده بيبقى فيها كل الطلبه جايه تعمل انترفيو. طبعا المنحه دي بيبقى من شروطها زي ما كان مكتوب في الصوره كده، ان انت تبقى جاي لك طب القاهره، لازم تبقى جاي لك في التنسيق بتاعك طب القاهره، لا اما مش هينفع تتحط تحت المنحه دي يعني. بعد كده الاوضه دي يبقى فيها كل الطلبه اللي عايز تعمل انترفيو ثانوي عام وستم. بيدخلوا بتوع ثانوي عام وبيعملوا انترفيو عادي، وبعد كده بيدخلوا بتوع ستم. من الاسئله يعني اتسالت لي في الانترفيو، اكيد اسئله عاديه جدا يعني، بتسال برضو عن اسمنا والهوايات بتاعتنا وكده. وانا اتسالت اسئله غريبه برضو، يعني اسئله اللي هي فور فان، اللي هو مثلا ايه الاغاني اللي بحب اسمعها، ايه الافلام اللي بحب اسمعها، اسماء مثلا ممثلين انا بحب اتفرج عليهم، رايي في شخصيه ممثل كده، يعني كانت اسئله فاني اكتر من هي اسئله فورمال يعني. وازاي نتقابل بقى في المقابله دي، عشان ده سؤال برضو اتكرر كتير. يا جماعه، هو اولا القبول في المنحه دي بيبقى اسمه نصيب، يعني هو بيبقى لو مكتوبه لك هتاخدها. تمام. هو مكتوب في البوست يعني بتاع الشروط ان هي المفضله بالمجموع وبدرجه امتحان اللغه الانجليزيه وكده، بس انا ما حسيتش ان ده اللي حصل يعني، عشان
في طلاب كانوا معايا كانوا جايبين مجموع يعني ما شاء الله اعلى مني، بس انا يعني تم اختياري وكده للمنحه دي، فالحمد لله يعني. فانا شايفه ان المفاضله ما كانتش بالدرجات وما كانتش بالمجموع، الا وانها كانت بالشخصيه وتوفيق ربنا. ندخل عادي الانترفيو كده، وخليكوا على طبيعتكم وخليكوا واثقين من نفسكم. جاوبوا عادي اسئله، خليكوا فاني كده. هما بيدوروا على شخصيات تنفع في المجتمع، تتفاعل في المجتمع يعني، ويبقى ليها شخصية وليها رأي وكده، مش بيدوروا على درجات بس. فخليكوا على طبيعتكم عادي وجاوبوا على الأسئلة وإن شاء الله تتقبلوا يعني. مميزات وعيوب إبكا. أول فرق بينها وبين المينستريم، أول حاجة هي العدد. إبكا عددنا تقريبا حوالي من 300 ل 400 طالب في الدفعة. مينستريم بيبقى قرب تقريبا على 3-4 آلاف طالب. فالعدد لما بيبقى قليل ده بيدينا كذا ميزة. اول ميزه لاحظتها ان طبعا الليكتشر هول، ان تقدر تلاقي مكان قدام بسهوله، تقدر تسمع كويس، تقدر تتواصل مع الدكتور اسهل وتساله زي ما انت عايز. في السكاشن بيبقى العدد قليل برضو فبتستوعب ممكن احسن. بعد كده بقى هنيجي مثلا في ايام المراجعات، هتلاقي ان انت عندك وقت كافي انك تدخل المشرحة وتقعد كتير في المشرحة وتشوف مرة واتنين وتلاتة وتفهم وكده. اما مينستريم مشرحة في الوقت بتاعهم بتبقى زحمة قوي عشان العدد بيبقى كبير، فبيبقى صعب شوية ان الواحد يستوعب يعني، صعب شوية ان الواحد يعني يراجع ويستوعب وكده في وسط اعداد كبيرة. بحس ان الاعداد عموما بتفرق دايما في حته ان الانسان يبقى واخد وقته وقادر ان هو يراجع ويشوف كذا مره وكده. فهي دي طبعا يعني اول ميزه اللي هي اعداد قليله. تاني حاجه مبنى ال LRC، هو يعتبر القاعات فيه احسن شويه او اريح من القاعات العاديه. الشاشه فيه كبيره والصوت بيبقى واضح، الكراسي شبه كراسي السينما كده فبتبقى مريحه شويه. لكن بره المدرج العالي اللي هو الكراسي الخشب ده وبيبقى فيه طلبه كتير فممكن يبقوا يعني ايه بيغلوشوا شويه على بعض عشان عددهم كبير. بس ستيل برضو الشرح بيبقى كويس عادي زيه زي جوه. تالت ميزه في ابكا ان احنا غالبا بينزل لنا دكاتره رؤساء الاقسام او احسن دكاتره موجودين في القسم، وبيبقى فيه فوتنج بعد تقريبا كل اسبوع او كل موديول عن هل احنا عجبنا الشرح ولا لا، فاهمين ولا لا، عايزين نغير الدكتور ولا لا. فنوعا ما بيبقى فيه متابعه شويه واهتمام باراء الطالب جوه ابكا يعني. اما بالنسبه بقى للماديات، طالب ابكا بيدفع في السنه 120,000 جنيه. طالب مينستريم بيدفع 2500 باين او 1500 يعني، حاجه لا تتعدى 2500 تقريبا في السنه. لكن ده بيختلف، ده لو انت مصري. لو انت اي جنسيه تاني مثلا سوداني او سعودي او كده فبتختلف، بس هو غالبا بتدفعه بالدولار اصلا. بعد كده بقى في فروقات بسيطه ما بين المينستريم وابكا، بس عشان اكون يعني ايه قلت كل حاجه. فهو نوعا ما كل اللي في ابكا سوري او معظمهم بيبقوا طلبه القادمين من الخارج، جايين من الخليج او السعوديه او الكويت او قطر او IB IG كده. فبيبقوا يعني معظمهم متعودين على اللي هو المذاكره بالايباد، ويعني تحسوا ان هو كوميونيتي كده مع بعض. طلبة مينستريم عادي بيبقى فيهم برضو طلبة جايين من بره ونفس الشيء، بس بيبقى في بقى معاهم طلبة ثانوية عامة، طلبة ستيم. الوافدين معظمهم بيبقوا بره برضو مش بيبقوا في كريدت. ف يعني ده منظر برضو الكوميونيتي بتاع مينستريم. وفي كل الأحوال مينستريم حلوة وكريدت أحلى. فشوفوا انتوا بقى وقرروا انتوا ايه المناسب ليكوا والبادجت اللي معاكوا يعني. بس كده بس، وبكده يبقى انا تقريبا قلت كل حاجة عن ابكا وايه الفرق بينها وبين مينستريم، وقلت كمان طريقة التقديم. وبس، بالتوفيق ان شاء الله الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو تاني قريب. باي باي. LRC او مبنى التعوير المستور، مبنى التعوير هو تعوير مبنى قناتي انا حسن الشريف يا حبيبي. بس بقى بس اهلا بيكم في قناتي انا حسن الشريف. النهارده هرد على اكتر سؤال، ده مش اكتر سؤال، هو سؤال بيجي كتير يعني.